اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، ابني دخل عليا بشنطه فيها طحينه وفيها كبده وفيها مخلل. قال لي ان هو عامل لي الاكله دي. قلت في البدايه ابتدي اعمل الطحينه وبعد كده اقول لكم حكايه الكبده. يعني الاول الكيس ده ب10 جنيه. يعني يا ابني ما كنا بنعمل الطحينه في البيت. ما فيش مشكله، عملت له الطحينه، حطيت شويه ملح وفلفل وشويه كمون وشوية شطة، وحطيت حبة الخل الأول، لفيت الطحينة. بعد كده حطيت عليها شوية مية سخنة. قلت ألفها لفة حلوة كده عشان تطلع ايه، سمكها مظبوط. تمام. سهلة جدا الطحينة، كل الناس بتعملها، يعني ما فيهاش مشكلة يعني. تمام. بس حسيت انها لسه دلع شوية، حطيت لها حبة ملح، حبة خل، ظبطتها كده، فضيتها في طبق وجرنشتها، سبتها على جنب. هنخش بقى في الكبدة. يا ابني أنا ما باكلش الكبدة المستوردة. قال لك ما احنا بناكلها في المحلات، ما كلها مستوردة. يا ست اعملها لنا وخلاص. المهم عملتها، بس اصلا الكبده ما بتتغسلش. فرحت عصرت عليها ليمونه كبيره كده وحبه خل عشان الفها، عشان ايه لو فيها حاجه كده ولا كده، يعني ننضفها، لان كده لو غسلتيها هتبقى فيها ريحه زفاره جامده جدا. الكبده عندنا ما بنتغسلش ابدا يعني. المهم حطيت عليها شويه خل وشويه ليمون، سبتها شويه في الخل والليمون ده عبال ما اعمل التتبيله بتاعتها. والله طلعت طعمها حلو جدا وتحفة. بس أنا عندي بالنسبة لي، أنا لو أجيب ربع كيلو من الكبدة البلدي أحسن ما أجيب كيلو من الكبدة المستوردة. ما علينا، حطيت شوية صوص، صويا صوص، وشوية ملح وفلفل وكمون وزعتر وثوم باودر، بصل باودر. بس لو كان عندي بقى كزبرة ناشفة كانت تبقى أحلى جدا، بس ما كانش عندي كزبرة ناشفة. حطيت معلقة هريسة فلفل، وحطيت معلقة توم كبيرة، وعصرت ليمون تاني. وخدت التتبيلة دي لفتها مع بعضيها، حطيت عليها الكبدة، سبتها بس في التتبيلة دي كده ربع ساعة، لأن هو كان مستعجل عايز يتعشى. حطيتها في التتبيلة دي كده ربع ساعة، تاخد وتدي معاها كده. وابتديت أشتغل في الردة. جبت ردة عادية اللي هي النخالة، اللي هي بتاعت الدقيق. وحطيتها في الردة كده، تبلتها زي ما بتعملي البانيه كده. وزيت على النار، حطيت طاسه على النار فيها شويه زيت صغيرين. ما تكترش لان الزيت اللي هيفيض هيترمي، والزيت دلوقتي غالي انتوا عارفين يعني. حطيت شويه زيت صغيرين كده، وابتديت اقلي اقلي الكبده يعني. الكبده طبعا بتكش وما تاخدش سوا كتير، يا دوب بس تحطيها كده على النار كده 3 دقايق وتقلبيها. لو سويتيها كتير هتجلد معاكي وتشد معاكي. طبعا بتكشي معاكي في النار، زحت شويه، حطيت واحده كمان. وهكذا لحد ما خلصت الكميه كلها. بطلعها على مناديل مطبخ عشان تشفط الزيت اللي شربته يعني. خلاص، هي اكله سهله وجميله. عملت جنبها شويه مكرونه سباكينتي كده، وكان عاشا حلو جدا. بس بصراحه انا واحده من الناس ما بحبش الكبده المستورده، بس المطاعم كلها شغاله عليها يعني. هو بياكلوها في الشارع كتير يعني، وهو قال لك ما فيش فرق بينها وبين بتاعت بره والله. الحمد لله يعني. بس عملنا الغدا وكان غدا جميل جدا الحمد لله. عملنا الكبدة وعملنا شوية مكرونة معاها سباكيتي والطحينة وشوية مخلل. وألف هنا وشفا. واللي عايز يعملها في سندوتشات، أنا بيني وبينكم كلتها في سندوتشات. بس كلت السندوتش ده بس بصراحة يعني، لأن برضو مش مقتنعة بالكبدة المستوردة، بس كانت طعمها جميل جدا والله. ألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو تنمونا بلايك شير سبسكرايب للقناة. مع ألف سلامة.